عملت تحدي تبطيل سكر لمده 30 يوم. في الفتره اللي قبل التحدي دي انا كنت تقريبا يعني باكل سكر تقريبا كل يوم، يعني كنت تفتح الدرج بتاعي كده بتاع المكتب تلاقي البسكوت الاوريو ده لازم. وكنت بقى كل ما انزل مع اصحابي يعني اللي هو بقى يعني وافل من هنا على مولتن كيك من هنا على مولتو على عصير قصب، يعني سكريات اوفر دوز. فحسيت ان فعلا الموضوع اللي هو يعني الموضوع ادمان يعني، وانا لازم بجد اوقف الموضوع ده. غير ان كده كده كمان يعني السكر ليه اضرار تانية، يعني هو بيعلي ضغط الدم فبيرفع كمان الانسولين فيخليك جعان على طول، يعني انت بتبقى جعان تقريبا 24 ساعه. ده غير طبعا مرض السكر يعني. بس الموضوع يعني هو ما كانش كله فوائد، يعني كان في اضرار نفسيه مثلا شويه، يعني حوار اللي هو ان انا عايز حاجه حالا مسكره كده ترفع الدوبامين كده وتعلي معايا وتظبط الدنيا. انا كنت مفتقد الاحساس ده جدا، بس قلت يعني اللي هو يعني اتغلب الاول على احساس ان انا عايز سكر على طول ده، يعني احاول اتخلص من ده الاول بعد كده نبدا ناكل سكر. فاحنا لو جينا نبص الموضوع يعني هو تقريبا احسن حل ان احنا نوازن الدنيا، يعني اللي هو مش ان انا باكل سكر كل يوم بشكل يومي بكميه كبيره، ولا ان انا موقف الدنيا خالص. يعني لازم نوازن الدنيا ما بين النص، اللي هو ان انا اوازن ما بين صحتي النفسيه وصحتي الجسديه في نفس الوقت. ففعلا الدنيا في النص بتكون احلى بكتير قوي. وممكن برضه اعمل التحدي ده تاني لو حسيت ان انا برضه بقيت مدمن سكر، وبرضه عشان اتخلص من موضوع الادمان ده مش اكتر. بس كده، لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. اشوفكم تاني قريب. يلا، سلام.